السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة جديدة. قلت هعمل النهاردة ان شاء الله مكرونة، ففكرت طلعت لانشون كان عندي في الفريزر، حتى تلاقي فيه بعض تلج كده. بيبقى عندي كمية، وبدل ما اسيبه مدة طويلة في التلاجة برضك عشان تكونوا عارفين، تقوموا حاطينه في الفريزر وقت ما تحتاجيه تعملي بيتزا اي حاجة او ببيض، بيبقى طعمه جميل قوي في البيت كمان. فقلت ليه لا اجرب. زمان عملت مسقعة بالبيض وكان طعمها لذيذ جدا وحبوها، فاعمل مكرونة واجرب معاها اللانش. ما شاء الله اتنسفت، طعمها جميل جدا. معايا هنا المكرونة قطعتها 3، ده على حسب ما انت عايزة، يعني ممكن تعمليها 2، تعمليها 1، تسيبيها زي ما هي. حطيت المية وحطيت لها معلقة ملح ومعلقة زيت، وسبتها بقى ايه مع نفسها انها تغلي. ورحت بقى جبت الطماطم، قطعت الطماطم وحطيتها في الخلاط. وجبت بصلة صغيرة وحطيت عليها ملح بسيط، عشان اللانشون عارفين ان هو بيبقى ايه فيه ملح وفلفل. حطيت 7 بهارات، حبة كمية بسيطة، وحطيت وياها كاري، وحطيت ملح، وقلبتهم مع بعض مع مية البصل. شلت البصل قليل كده، وقطعت بصلة صغيرة عشان اعمل التسبيكة. فحطيت البصل ومعايا حتة دهنة صغيرة. طبعا اي حد بيبقى عنده دهن من بواقي من اللحمة، يعني بيبقى جايبة اللحمة وبيبقى فيه دهن كتير، فمحبش فيها يبقى الدهن زيادة. باخد قطعة واحطها في الفريزر، وقت ما بحتاج باخد منها قطعة واعملها في اي طبخة زي بامية زي ملوخية. جبت اللانشون وقمت حطها مع البصلة، لفتها لفتين كده، يعني قلبتها بس يعني ما طولتش معاها. البصلة بدأت يعني تصفر. طبعا انتوا عارفين ان اللانشون بيبقى مش محتاج سوية كتير، علشان هو بيبقى مستوي وطري قوي. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله ريحة البهارات معاها، وكان طعمها جميل بجد. جربوها مش هتندموا، طعمها لذيذ جدا. انا ما بعمل حاجة وبدوقها بجد بقول لكم انها حلوة، جربوها. لو عملت حاجة وحسيت ان هي مش كويسة، طعمها مش مقبول، يعني مش حلو، على طول ما بقدمهاش. انما لما اكون بعمل حاجة وشايفاها انها طعمها جميل جدا كشكل كطعم، بقول لكم عليها بصراحة. كده خلاص هحط الطماطم. انت اكنك حاطة لحمة مش حاطة لانشون بصراحة. حتى وانت بتاكلي بندغ معاكي كده ليه طعم حلو. انا قلت لكم لما بحب اعمل وصفة جديدة من عندي بعملها، ولو لقيتها حلوة واللي حواليا كلوا منها وبيشكروا لي فيها بقول لكم عليها. حطت لها فلفل وملح، لان هي اصلا كان في اللانشون حاطه فيها 7 بهارات، معلقه او نص معلقه صغيره. وبحب قوي في المكرونه زي كل مره اقول لكم بحط فصين توم، بقطعهم بس قطع صغيره خالص، بتدي طعم للمكرونه.
وقمت حطيت المكرونة، خلصت التسبيكة. وبحب ان التسبيكة تكون في المكرونة سايبة شوية، يعني تدي الطعم مش الناشف. ليه؟ بتستطعمي الأكلة بتبقى لذيذة جدا. المكرونة تبقى فيها الصلصة بتاعتها حلوة كده، سايبة يعني شوية، بتبقى لذيذة جدا. وعلى فكرة ممكن تعملي الوصفة دي وتحطي التسبيكة مع اللانشون لوحده في طبق والمكرونة لوحدها. تقوم حاطة المكرونة في الطبق وتقومي عاملة بقى التقديم بتاعتها فوق كده، ما شاء الله تبقى لذيذة برضك، شكلا حلو وكطعم ألذ. يلا اللي شاف الفيديو ده يقوم يجربها وعلى مسؤوليتي، واللي أول مرة يشوفني يعمل اشتراك في القناة ولايك. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم بإذن الله. قلت بقى إيه من طعمها أول ما خلصت فبدوقها لقيتها جميلة جدا بصراحة، ما كنتش مصدقة إن هي تبقى عسل كده. حطيت بقى إيه في الطبق وقلت لازم أدوقها. فبدوق لقيتني بقى دقت كلت لقم يعني، الحمد لله بألف أنا أكلت الطبق كله. جربوها إن شاء الله وهتعجبكم. متنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله. وجبة زي العسل، مكرونة باللانشون. مع السلامة.